السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، قررت لاول مره في حياتي اعمل فيديو عشان اطلع ابدي اعجابي بعمل ما. يعني اخيرا هقول ان في عمل عجبني، وهو العمل اللي عملته الاستاذه ريهام عبد الغفور لمنتجين مصر كلهم عشان يخلوها تمثل في 30 مسلسل في شهر واحد. واحقاقا للحق برضو، فلازم نقول ان ريهام عبد الغفور هي افضل ممثله في الفتره دي. بسم الله ما شاء الله، يعني احنا ما بنقرش. المهم، في يوم كده وانا قاعد بتفرج على التلفاز، لقيت قدامي فيلم اسمه الحب المحرم بتاع شكري سرحان، واللي كان بيحب فيه ميرفت امين ودخل في علاقه مع امها. فقلت يا ساتر يا رب، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ وقمت قلب القناه، فلقيت مسلسل العشق الممنوع شغال، واللي بيبقى مهند فيه بيحب مرات عمه وعايز يتجوزها. فقلت يا ساتر يا رب، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ وقمت قلب القناه، فلقيت مسلسل ازمه منتصف العمر، فقلت اتفرج، فلقيت كريم فهمي بيعمل كده، فقلت يا ساتر يا رب، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ وقمت قالب القناه، وقمت فاتح التليفون بقى وقلت اهرب للواقع الالكتروني، فلقيت الفيسبوك كله بيبارك للاستاذه ريهام عبد الغفور على طفلها الجديد، وبيقولوا لها يتربى في عزت. فانا ما فهمتش عزت مين ده، ابو الطفل ولا ايه؟ فاكتشفت انه غالبا كده هيبقى ابو الطفل وجده في نفس الوقت، ما فهمتش. فقلت اوبا جدل، اموت انا، وقمت راجع تاني للقناه، فلقيت كريم فهمي لسه بيعمل فقلت يا ساتر يا رب، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ بس مضطر اتفرج. وفي اول مشهد في المسلسل لقيت ريهام عبد الغفور بتتجوز، فقلت يا ساتر يا رب، اصل كل المصايب اللي بتحصل في الدراما اليومين دول دي بتبتدي لما ريهام عبد الغفور بتتجوز. وبعد كده لقيت رنا رئيس بتتجوز، فقلت يا ساتر يا رب، اصلها بتتجوز كريم فهمي اللي اكبر منها ب20 سنه. ورغم ان ده خط درامي مبني عليه احداث كتير، بس الحوار كان مريب برضه. انا حاسه ابوها دي بيدوفيليا، دي بتشب عشان تتكلم معايا يا جماعه. بعدين بقى لقيت كريم فهمي بينبهر بريهام عبد الغفور اللي هي ام العروسه كانه اول مره يشوفها، وبيروح يقول لها انتي اسمك فيروز صح؟ هو تقريبا كان متقدم للعروسه قبل الفرح بنص ساعه. بعدين هو ليه بيتكلم كده طول المسلسل؟ الفنان كريم بحة ده هيخليك سكسي اكتر يعني. انا الوهله كده حسيت انه هيطلع نار من بقه. بعدين كريم فهمي وهو بيعمل معالجه المسلسل، نسيت اقول لكم ان كريم فهمي هو اللي عامل المعالجه الدراميه بتاعه المسلسل. كان بيكتب ان كل البنات اللي في المسلسل هيعجبوا بكريم فهمي اللي هو بطل المسلسل. وانا حقيقي والله مش قادر اتخطى حوار صوته ده. يعني ده حتى وهو بيكشف على العيانين بيقول لهم احنا عندنا ضرس مسوس والتاني محتاجين نركب مكانه. تردد صوت الانسان بيبقى حوالي من 80 هرتز ل 255 هرتز. كريم فهمي تردد صوته 1.5 هرتز. في مشهد في الحلقه الثالثه عمر بيبوس فيروز حماته من دماغها، وبيقول لها انت طيبه قوي يا فيروز. ما طبعا، ما هي لو مش طيبه هتوافق تبوس جوز بنتها كده. ونظرات فيروز لعمر في بدايه المسلسل مرعبه يا جماعه. وراح يحجز مكان لعيد ميلاد مريم، فقام خارج في ديت مع امها، وقام قايل لها انت وعزت عرفتوا بعض ازاي؟ وبتبتدي فيروز تبص له بصات كده تخوف. دي بصت واحده لجوز بنتها، دي بصت زينه الهركليز، ويعني مش دي حماته يا جماعه، ده متجوز بنتها. كريم فهمي وهو بيكتب السيناريو بيبقى عامل كده: ان النساء والعجائز والانثوات اللاتي في اعالي البحار كلهم هيعجبوا بالبطل ويموتوا عليه. بتيجي بقى اهم لحظه في المسلسل، وهي لحظه اعتراف عمر لفيروز ام مراته بحبه، وبتساله ليه اتخليت عن بنتي وطلقتها؟ قام راشقها في حضنه كده وقايل لها عشان حبيتك. ولسه بقى هتزعق له وتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ لقيت نفسها حامل منه. بيقول لك مريم كل ما تروح تسال عمر هي ماما فين، يقول لها ماما هنا. وفي بقى ظهور خاص للاستاذه راكين سعد اللي هي ياسمين صاحبه مريم اللي اتجوزت ابو مريم. بتتكلم كده: هاي ايم ياسمين يا بني ادمين. وبعد كده بيبقى في ظهور خاص لهند عبد الحليم اللي طالعه بدور سلمى الشهيره بسلمى بودره، واللي هي طليقه عمر المدمنه وام ابنه اللي مات في بطن امه قبل ما يشوف القرف اللي ابوه بيعمله. وحقيقي يعني لازم نعترف ان هند عبد الحليم ورشدي الشامي وهاجر عفيفي هم احسن 3 بيمثلوا في المسلسل، عاملين ادوار هايله الصراحه. فبكده عمر خلى سلمى حامل، وخلى مريم حامل، وخلى فيروز حامل. ده دكتور خصوبه يا جماعه، مش دكتور اسنان. بعدين انا صحيح حبيت كاركتر رنا رئيس في مسلسل موضوع عائلي، بس مش لدرجه انها تيجي تمثل نفس الكاركتر في المسلسل. بعدين بنحزق ليه واحنا بنمثل؟ على طول متعصبه. بعدين كريم فهمي اللي هو في المسلسل طالع متجوز عيله صغيره، ورمى مراته القديمه في المستشفى، وخان مراته مع امها، وبيروح للمساعده بتاعته كل شويه عشان تحتويه. لما بيقفش ان حماه بيخون مراته مع راكين سعد اللي هي صاحبه مريم، بيتصدم. لا يا شيخ، تقريبا كان عينه هو كمان على الراجل اللي هو محدش بره العيله دي انا هحله. واصلا رشدي الشامي اللي هو عزت ابو مريم مجوز بنته لواحد اكبر منها ب20 سنه، وهو اصلا اكبر من مراته ب20 سنه، وقام حب صاحبه بنته اللي هي اصغر منه ب40 سنه وقرر يتجوزها. وناديه ام عمر بتصاحب ولاد اصغر منها ب20 30 سنه. مؤلف المسلسل ده هو مؤسس جروب، لو انت من سنها هتشوفك ابنها. مريم بتعرف انها حامل من عمر، فبتتصل بامها اللي هي كمان حامل من عمر، وبتقول لها وهي بتعيط بعد ما اتطلقت منه انها حامل من عمر.
حسيت ان ريهام عبد الغفور هتقول لها ولا يهمك يا حبيبتي، ما انا كمان حامل من عمر. المسلسل ده المفروض ما يتعرضش على منصه شاهد، ده المفروض يتعرض على النيابه. وبعد كده عزت ابو مريم وجوز فيروز راح يتخانق مع كريم هو كمان وبيقول له طلقتها ليه يا عمر؟ فانا خفت يقول له عشان بحبك هو كمان. وفي مشهد ملحمي كده عزت واقف مع عمر في اوضه في الفندق وهو بيسال عمر عن ليه طلق مريم، وبعد كده بيعرف ان في واحده مستخبيه جوه في الحمام اللي هي فيروز مراته بس هو ما يعرفش، فبيقول له بتخون مريم يا عمر؟ فعمر بص له بصه كده اللي هو واخون ابوها كمان حرفيا. فدلوقتي في المسلسل عمر بيحب ام مريم وفيروز كمان بتحبه، وطلق مراته القديمه في المستشفى اللي هي سلمى، وامه كل يوم بتصاحب عيل اصغر منها ب 20 30 سنه، وياسمين صاحبه مريم اتجوزت ابوها من وراهم اللي هو اصلا كل حق زياد ابن اخته في مصنع امه، اللي هو اصلا مرافق ياسمين مرات عزت، اللي هو اصلا بيحب مريم اللي هي اصلا متجوزه عمر، اللي هو اصلا خلى مراته حامل منه، اللي اصلا قررت انها تلبس الواد ده لعزت جوزها، اللي هو اصلا كان مخبي على بنته ان امها ماتت وهي صغيره وفيروز دي تبقى هي اللي مربيها مش اكتر. ولما زياد عرف باللي حصل فيروز قالت لعمر يلا نقتله، الناس دي ناقصهم بس يرفضوا يسجدوا لادم ويبقوا عملوا كل ذنوب الدنيا والاخره. المهم بيجي مشهد مهم لما مريم بتتعب وبتروح المستشفى وبنكتشف انها حامل وان عمر كبر وبقى راجل، وبعدها مشهد مهم لما فيروز بتتعب وبتروح المستشفى وبنكتشف انها حامل وان عمر كبر وبقى راجل، وبعد كده بيجي مشهد مهم لعزت بيتعب وبيروح المستشفى وبنكتشف لا بهزر. مع بدايه الحلقه السادسه هنلاقي ان مريم في المستشفى وسلمى في المستشفى وفيروز في المستشفى، كلهم بسبب كريم فهمي. كريم فهمي لو كان مضاد حيوي واختفى ما كانش تعب الناس دي كلها بالشكل ده. والدنيا علمتني ان في 4 اشياء في الحياه لا تشترى: الحب والسعاده والاحترام وصوت كريم فهمي. فيروز بتقرر انها تقول لعزت ان اللي في بطنها ده ابنه مع انه ما لمسهاش من 3 سنين، فعمر بيقول لها مش موافق، ابني مش هيتكتب باسم حد تاني. هي دي الازمه يعني. كريم فهمي اي واحده بتبص له في المسلسل بتحمل، يعني هايدي بمساعدته وشافته اتجوز وخلف وصحيت الصبح مره واحده مساء الخير يا عمر ممكن اعرف انا بقى بالنسبه لك ايه؟ وبتقول فيروز لعمر انا خايفه هقول ايه لعزت، يعني انت خايفه من عزت ومش خايفه من ربنا؟ وبتروح بقى فيروز تقول لعزت انا حامل، فعزت بيعرف انها بتنصب عليه، فانا حسيت كده انه هيبص لها ويقول لها ياه اخيرا هبقى جدي. وقام عزت بقى لما عرف فتح خزنته ومسك مسدسه وقلت هيقتلها ولا ايه، لكنه رجع المسدس مكانه تاني وقام مشي وسايبها. طب اعمل لها بلوك حتى اي منظر. واصلا المسلسل فيه خلل في المعالجه الزمنيه، الاحداث بتجري بطريقه مريبه، هي مش الطريقه بس اللي مريبه، يعني فيروز وعمر دخلوا مع بعض في حادثه فعرفت انها حامل تاني يوم تقريبا، وبعد كده راحت للدكتور اللي قال لها فات الوقت ان احنا ننزل البيبي. كل ده حصل في كام يوم ورا بعض، هو في حاجه غلط ولا هي كده الاوقات النكسه بتعدي بسرعه؟ وبتيجي بقى اللحظه الحاسمه وهي اللحظه اللي بيقف فيها عمر ومريم وفيروز قدام بعض بعد ما مريم عرفت ان امها بتخونها، وكل ما عمر يقول اهدي يا حبيبتي الاتنين في نفس الوقت يقولوا مش هاديه. انا قبل ما اشوف المسلسل واحد صاحبي شرح لي المشهد فكان عندي فضول اشوفه، فكتبت في جوجل ام وبنتها مع نفس الراجل، طلع لي مشاهد مش كويسه في مواقع مش كويسه. وفي نفس المشهد فيروز بتقول لبنتها ده حصل غصب عني، فمريم بتقول لها ايه اتكعبلتي وقعتي على سريره؟ وبغض النظر عن حلاوه او وحشه الافيه تخيلوا ده حوار بيدور بين بنت وامها، ودينا مستنيين باقي احداث المسلسل عشان نعرف باقي الحزن اللي احنا داخلين عليه. وفي النهايه احب اختم بقول الشاعر علي قرطاس: اكفي البنت على فمها تخون البنت مع امها. سلام.